يا مساء الستر والرضا. شفتوا يا ولادي الأيام؟ النهاردة 12 من رمضان والوقت بيجري بينا زي البرق. قعدت النهاردة مع بنتي نوارة ولقيتها بتقولي يا ماما هو رمضان كان زمان أحلى من دلوقتي؟ تنهدت وقلت لها يا نوارة يا بنتي، رمضان زمان ده كان حكاية تانية، كان فيه بركة مالية البيوت وستر مال الحارات، كانت النفس راضية والقلوب لبعضها واصل. بص يا بنتي وصوروا يا ولادي معايا، الفانوس زمان ما كانش بلاستيك ولا بحجارة، كان حتة صفيح وأزاز ملون وشمعة بتنور بجد. كنا ننزل الحارة نلف بالفانوس والضلمة كانت بتخاف من لمتنا. الإضاءة كانت بسيطة بس كانت بتنور الروح. دلوقتي الأنوار في كل مكان بس القلوب مطفية بالهم والفرجة على الشاشات. عارفة يا نوارة ايه اللي كان بيجيب البركة؟ هو الطبق الدوار، الطبق اللي كان يخرج من بيتي مليان محشي، يروح لبيت جارتي يرجع لي بكرة بسبوسة، ويروح لغيري يرجع قطايف. كنا بناكل من ايدين بعض يا بنتي، فكانت البركة بتحل في بيوتنا كلنا. الجار كان للجار بجد، ما كانش حد ينام شبعان وجاره شامم ريحة طبيخه ونفسه فيه. دلوقتي كل واحد قافل بابه ب10 أقفال، والسفرة بقت مترين بس النفس شبعانة من غير أكل، لأن الونس ضاع. المسحرات يا نوارة يا حلاوة دقة طبلته اللي كانت بتصحي النية قبل ما تصحي المعدة. كان عرفنا واحد واحد بالاسم، يان ده يا عم فلان ويا ست حمدية، كنا بنحس اننا عيلة واحدة في الحارة. دلوقتي بنصحى على صوت المنبه المزعج ونشرب بوق المية واحنا مخضوضين. ضاع الونس يا بنتي وضاعت اللمة اللي كانت بتخلي رمضان عيد كل ليلة. يا ولادي الكلام عن زمان مش بس عشان نتحسر ونقول يا ريت اللي جرى مكان، لا يا بنتي يا نوارة ويا كل اللي بيسمعوني، انا بحكي لكم عشان اقول لكم ان البركة ايدنا اللي بتجيبها وايدنا اللي بتطردها. احنا النهاردة 11 من رمضان، يعني لسه بدري، لسه قدامنا ايام المغفرة وايام العتق من النار. لسه في ايدنا نرجع روح زمان في بيوتنا دلوقتي حالا. مش لازم يا بنتي فانوس بشمعة عشان نحس باللمة، بس لازم قلب صافي يحب الخير لغيره. مش لازم طبق دوار يلف الشارع كله لو الدنيا اتغيرت، بس لازم لقمة تخرج من بيتك بنية الستر لجارتك الغلبانة أو حد وحيد ملوش ونيس. ارجعوا يا ولادي كلموا بعض، اقفلوا الشاشات اللي سرقت أعمارنا وونسنا، وبصوا في وشوش بعض، اضحكوا من القلب وخلوا ذكر الله هو اللي يملأ البيت مش صوت المسلسلات. رمضان يا ولادي لسه بخيره، وربنا هو رب زمان ورب دلوقتي. استغلوا اللي فاضل، خلوا ليلكم قيام ونهاركم صيام عن القيل والقال. صونوا النعمة بالرضا، وصونوا الجيرة بالمودة، وصونوا أنفسكم بالتقوى. والله يا ولادي لو عملتوا كده لتحسوا ببركة زمان حلت في بيوتكم، والوقت اللي كان بيجري هيقف احتراما لذكر الله في قلوبكم. يا ربي يا حنان يا منان، يا من باركت في القليل فكثر وباركت في الضعيف فقوي، نسألك ببركة الأيام الكريمة دي إنك ترد لنا بركة زمان وحنية القلوب. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم اطرح البركة في بيوتنا والستر في أجسادنا والرضا في نفوسنا. يا ربي اجعل رمضان ده بداية جديدة لقلوبنا، ورجع لنا لمة الحبايب اللي تسر الخاطر. اللهم لا تخرجنا من شهرك الكريم إلا وقد غفرت لنا ورقيت قلوبنا وأصلحت حالنا وحال ولادنا. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وربنا يجعل أيامكم كلها نور وبركة، وتصبحوا على ألف خير وصحة وستر.